نقول لك على حاجه، حنا في الجزائر عمرو ما كلينا بسطيله، ما كنعرفوهاش. محنشه ما كنعرفوهاش. الدجاج محمر ما كنعرفوش. اما باش يقولوا القفطان المغربي هو جزائري لا علاقه. ولكن قفاطن ما شفنا قفاطن عند حتى شي حد لا في شي حضور ولا حنا لبسناهم. وحتى داك القفطان هما اللي كيقولوا عليه قفطان، راه حنا عندنا تكشيطه، يعني ملي كتكون دو بياس كيتسمى تكشيطه، وملي كيكون اون سول بياس كيكون قفطان. يعني كل حاجه واسمها. حنا عشنا في الجزائر عمرو القفطان ما شفناه وما عرفناه، وحتى واحد ما كان كيلبسوا لا جلابه ولا قفطان. عندي فئه زعما الصراحه الله شهاده حق كيشريو قفطان مغربي وكيشكروه واخا هما جزائريين، كنسردوه لهم على اسبانيا وعاد كي هما كيوصلوا من اسبانيا للجزائر. باش القفطان باش يدوز عليه عندنا مولات الضفيره بوحده، عندنا مولات العقاد بوحدو، اللي كيبرم لك تراسن هو المعلم اللي كيخدموا ياك، عندنا معلم اخر اللي كيزوقوا، لان اللي كيخدم السامبل ماشي هو اللي كيزوق، فهمتي؟ عاد كيتبطل نقول القفطان حنا ديما كنعرفوه مغربي. مؤخرا هذه الضجه هذه اللي ناضت على القفطان المغربي استغربنا، جاتنا شي حاجه غريبه ان الناس كتقول قفطان جزائري. احنا كنا كنقولوا قفطان مغربي غير عادي توالفنا كنقولوها، ولكن دابا ملي كتسمع قفطان جزائري كيجيني شي حاجه اللي ماشي عاديه، لان ملي كتهضر على القفطان كتهضر على الضفيره، كتهضر على السفيفه، كتهضر على العقاد. حنا عندنا معلمه العقاد، عندنا معلمه ديال الضفيره. السفيفه راه كانت كتخدم باليد بالطريقه ديالها، ماشي غادي نجي نقول قفطان مغربي وغادي ندفع كوموند لواحد الدوله مغربيه ونقول قفطان جزائري. فهمتي؟ حنا اليد العامله راه كلها عندنا هنايا. انا على حسب الدراسه ديالي، على حسب شنو اكتشفت، لا دراز ولا خدمه ولا سفيفه ولا عقاد. ولا العقاد مؤخرا كان عندنا مشاكل بزاف في العقاد، كيكون الضغط ما كيوجدوش. شتي الشينوا اخترعوا كل شيء في هذا الدومين هذا، دخلوا فيه، حاولوا يطوروه. مرمد اليد رجعت كتخدم بالماكينه، الضفيره كتخدم بالماكينه، راه ما كل شيء كان كيتخدم باليد رجع كيتخدم الا العقاد ما قدروش يخدموه، واخا بغاو يطوروه ما طوروهمش. يعني شي حاجه اللي يدويه وديالنا حنايا، موروث ديالنا، موروث ديالنا. مستحيل عروسه او لا عرس ما لبسوش حنا قفطان مغربي، هذه شي حاجه اللي مستحيله. الخليج ولا هذا عندهم الكساوي ديالهم، اوروبا وداكشي عندهم لي غوب سواغي ديالهم. حنا عندنا قفطان مغربي ديالنا، وعندنا في بزاف ديال الحاجات. عندنا الرنده، قفطان الرنده بوحدو، عندنا الجلابه بوحديتها، جبادور بوحدو، تكشيطه، القفطان اللي مغلف. يعني عندنا بزاف ماشي غير قفطان. وحتى داك القفطان هما اللي كيقولوا عليه قفطان، راه حنا عندنا تكشيطه، يعني ملي كتكون دو بياس كيتسمى تكشيطه، وملي كيكون اون سول بياس كيكون قفطان. يعني كل حاجه واسمها. عندي فئه زعما الصراحه الله شهاده حق كيشريو قفطان مغربي وكيشكروه واخا هما جزائريين، كنسردوه لهم على اسبانيا وعاد كي هما كيوصلوا من اسبانيا للجزائر. ما عندناش الحدود مفتوحه وما كاينش تصدير، ولكن لا ليفريزون كتتم على اسبانيا، كيعطونا دغيس على اسبانيا عاد هما كتوصل لهم. يعني كيوصل لهم بواحد الثمن اللي هو غالي. غالي. حنا عشنا في الجزائر عمرو القفطان ما شفناه وما عرفناه، وحتى واحد ما كان كيلبسوا لا جلابه ولا قفطان. واخا كنا كنجيو المغرب، نهار بوتينا كنجيو المغرب كنشرو جلابه كنخليوها هنا وكنمشيو كنعاودو نديرو الحيك ديالهم. ما كاينش جلابه، ما كاينش قفطان، ما كاين والو. شنو كان اللباس التقليدي ديالهم داك الساعه؟ البلوزه في داك الوقت عاد ما كانتش. في الوقت اللي حنا كنا تما ما كانتش ديك البلوزه بالحجر بزاف وداك الشيء. كانت بلوزه عاديه بلي بشويه تيت بير هكذا وصافي. وكانت واحد عاود كانوا كيخدموها بديك الزوزو ديك الصغير داك، ولا كيخدموها بالسمق داك العديسات. هادو كانوا كيخدموهم، وكل مرأة كتخدم الثوب ديالها وكتدفعو كيتخيط.
واش كان ضروري حتى هما كيحضروا به العراسات هكا بحال المغرب؟ ضروري كلشي كيكون بالقفاطن واللباس؟ ما كاش قفطان. لا زعما البلوزه واش كان ضروري كيلبسوها في اللباس في العراسات ما كاش لباس اخر. ما عندك البلوزه وانتينا على حسب الثوب ديالها، على حسب الخياطه ديالها، وعلى حسب الثمن د الثوب ديالها بحال هنا. كل واحد بالبلوزه ديالو. فوالا كل واحد الكراكو كانوا كيلبسوا الكراكو؟ لا احنا جهه وهران ما كانش الكراكو من جهه العاصمه. هذاك الشيء ديال العثمانيين، وما كانوا مستعمرين العثمانيين شي 300 عام تما، وخلاو داك البصمات ديال العثمانيين تما عندهم. ولكن احنا من جهه وهران وكل شيء البلوزه. اول مره اللي غادي نشوف قفطان احنا كنا في الجزائر، وكان عندنا القنصليه في وهران، وكان عندنا قنصليه في بالعباس. هذا ذكرني راجلي البارح بها، وعرضونا باسكو هو الراجل ديالي كان عنده التجاره وكل شيء، وكانوا عرضونا. وديك المره الاولى اللي غادي نشوف في القنصليه ديال المغرب ديالنا العائله مغربيه لابسين قفاطن. وهذيك ليبوك ديال الستينات كان عندهم داك القفاطن مفتوحين حتى فوق الرقبه هنا، وكان جاتني غريبه اللي شفنا القفطان مفتوح، باسكو حنا كان عندنا ديك بلوزه واسعه فحال. ولكن قفاطن ما شفنا قفاطن عند حتى شي حد ولا في شي حضور ولا حنا لبسناه. وغادي نقول لك على حاجه، حنا في الجزائر عمرو ما كلينا بالسطيله، ما كنعرفوهاش. محنشه ما كنعرفوهاش. دابا رجعوا هما اللي قال لك هما علمونا. الدجاج محمر ما كنعرفوش. انا كنقول لك من بعد 75 والله اعلم الشيء، ولكن الاساس هو قبل 75. فهمتي؟ اللي ما كانتش قبل ما غاديش من بعد. لا كانت شي حاجه هي ماشي هي هذيك. كنجيو فحال اللي كنمشيو للخارج، كنجيو نتقداو ونشريو ونديرو. ملي كنتي كتجي من الجزائر؟ حتى مطيشه كان الفلفله كنجيو المغرب كتكون بلا وقت، وتما خصك من الموسم الا كليتي فلفله. اللي كيفهم في القفطان راه بزاف باش تقول هذا قفطان. هادشي ديال المهم الخياطه د الماكينه والسواق اللي كنقولوا حنايا راه هرس القفطان. علاش كنقول لك حنا الصنع ديال اليد ولا الطرازه ديال اليد ولا داكشي راه بداو كيندثروا، لان هذا عصر السرعه كتجبر كتقول لك قفطان مخدوم بالسقال الحور والحجر مزيانين والطازرباطي وداكشي، كتجبر داكشي راه ما كاين منه حتى شي حاجه. القفطان ده بصح واللي كيفهم في الخياطه ده بصح راه فرق كبير. يعني باش تخدم جوج ضفاير وتهبط معاهم جوج تراسل رقاقين على دارة، وتما ديك الدبانه رقيقه ولا هذا ولا ديك العقيدات عين وعقده داكشي متول لاصق في بعضه، خصك تكون حرفيه ابا عن جد. وعاد هاد الناس ديال الحرفه، انا كنهضر على الحرفيين اللي كيكونوا شغوفين بهذا الميدان هذا، اغلبيه كتجبرهم خداوها ابا عن جد، واللي هما قله ماشي لا بداو كيندثروا ماشي قله، بداو كيندثروا. لان السيد باش يخدم في اليد بياسه اليد غادي يجلس المعلم يخدمها، خصو على الاقل 4 ايام ولا باش يخدم لك جلابه ضفيره وعقيدات داكشي على دار رقيق. غادي يمشي للمعمل غادي يصدق له حسن، ما كتسلكوش حاليا الله يحسن العون. اولا غادي يخدم بالماكينه، شحال من صنعه ديال اليد تحول لصنعه ديال الماكينه، لان الماكينه يخدم 4 5 البياسات ولا 10. كانت واحد السيده كليانه، المهم هي متابعه ديالي في الانستغرام، كانت المهم كتتبع لاباج ديالي، وعندها الولد ديالها اللي هو معروف عنده بزاف ديال ملايين ديال المتابعين في اليوتيوب ولا في الانستغرام، وقرب العرس ديال البنه، وكانت شغوفه انا تلبس القفطان المغربي. فعرضت عليها قلت لها انا نصرد لك قفطان مغربي من عندي من التصميم ديالي، وكانت شافت واحد القفطان عجبها بزاف، فصيفطتو لها. نضت واحد الضجه، يعني هما اصلا كانوا عملوا تقاليد ديال ديك العرس هذاك ليله الحنه بقفطان مغربي، وهذا واحد الهجوم كان ماشي عادي، فهمتي. ولكن السيده كانت مستوى عالي. الهجوم شنو فيه؟ انا القفطان هذاك ماشي مغربي، هذاك قفطان جزائري، وعلاش كتسرقوا التراث الناس وهذا، يعني بزاف ديال الحاجات اللي تفاجئ لها كل شيء زعما ماشي. لبساتو بكل فرح وجهها كيحمق، كانت اميره في ديك العرس هذاك، وكان واحد الاقبال كبير على ديك. زادت عرفت هي بالقفطان المغربي في ديك الوسط هذاك. كل ما هو مغربي راه هو مغربي، ما يمكنش ياخذوا شي واحد اخر، راه هو مغربي. اذا جينا نعملوا غير واحد الملاحظه، بان بالنسبه للزواق د المعلم ما غتلقاه لا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا حتى في شي حاجه، خصوصا المغرب بوحده هو اللي عنده زواق د المعلم، هو اللي كاين. كل بلاد عندها تقاليد ديالها.
الجزائر عندهم القفطان ديالهم، راه عندهم القفطان ديالو، ولكن بالنسبه لنا القفطان المغربي ما يمكنش يكون ديال الجزائر، من المستحيل. بحال اللي قالت الاستاذه نعمار، طفيره العقاد واخا حاولوا يقلدوهم ويعملوهم راه ما وصلوش ديك لا كاليتي اللي كاينه في المغرب. عليه اسمع، باش القفطان باش يدوز عليه عندنا مولات الضفيره بوحدها، عندنا مولات العقاد بوحدو، اللي كيبرم لك تراسن هو المعلم اللي كيخدموا ياك. عندنا معلم اخر اللي كيزوقوا، لان اللي كيخدم السامبل ماشي هو اللي كيزوق، فهمتي؟ عاد كيتبطل. نقول دابا هذا بالنسبه هذا اللي هو العادي التقليدي اللي كان قبل، اما دابا راه كيدوز لك مراحل كثار. هذيك الطرز هذا كينبت بالحجار، هذا اللي كيصفي اللي كيزول لك العقاد. وهذا فعلا سنوات وانا في هذا المجال هذا، تخرجوا من عندي اجيال. نقدر نقول لك هذه راها واحد 23 سنه وانا في هذا المجال هذا. دوزت من مدرسه لمدرسه، افواج تخرجوا من هذا. ودائما كان عندنا القفطان المغربي في العالم. عملت معارض خارج على برا، لا في بروكسل ولا في امستردام ولا في فرنسا ولا في ايطاليا، ولا عملت معارض كثيره. عمرك سمعتي هذا الجدل اصلا؟ القفطان المغربي ما عمرنا سمعنا بان هذا القفطان مقتبس من الجزائر او لا. عرفنا بان القفطان المغربي. اخر ديفيلي كنا عملناه في ايطاليا، وواحد الاقبال ما نقولكش كيفاش كان، وماشي من عندنا، ماشي من الجاليه المغربيه، خلينا من الجاليه المغربيه، ولكن الاجانب عرفتي تبهروا بديك القفطان، تبهروا فعلا بالقفطان، كيجيو كيسقسيو واش هذا. فعلا دخلنا تحسينات، دخلنا تغييرات، عصرناه، ما بقاش لان القفطان اللي كنعرفوا حنايا بحال اللي قلنا، القفطان كان في العصر الثاني عشر. وشكون اللي كان كيلبسوا؟ كانوا كيلبسوا في السلاطينه. كان السلاطينه ملي ما عمرك كنتي كتشوف السلطان بالسروال وقمجه، دائما كان كيتلبس القفطان. شويه بداو كيلبسوا له الدفينه فوق منه. كان القفطان بوحده بيسه وحده، ولكن من بعد بدات كتلبس الدفينه فوق منه. وهذا الشيء هذا من العصر الموحدين وحنا ماجيين. العصر الموحدين ما كانش في وسط الجزائر، كان في وسط المغرب. اذا حنايا كان عندنا ديالنا من وسط المغرب ديالنا تقتبس هذا القفطان هذا. اذا جينا نعملوا المقارنه مع مثلا الجزائر اللي كيقولوا القفطان المغربي، ما عندهمش هذه لا ماتيغ بروميير هذه بعد اللي عندنا حنايا. هما عندهم الاغلبيه الطرز والحجار. نقول لك انا هي كل منطقه وعندها تقاليد ديالها. هي اذا خرجتي غير من هنا نفاس، عندنا الرباطي الفاسي، عرفتي اذا خرجتي غير من هنا نفاس، مشيتي من هنا تطوانا، حنا قرابين من بعضياتنا. الشده الطنجاويه ماشي هي الشده التطوانيه. كاين واحد شويه التناسق، ولكن كوميم هكذاك. وكل منطقه كل واحد عنده شي حاجه ديالو اللي هي ديالو فعلا. اما باش يقولوا القفطان المغربي هو جزائري، لا علاقه، لا علاقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.